السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنرحب بكم من جديد، وندعوكم لمشاهدة هذا الفيديو الجديد إن شاء الله، واللي غادي نتحدثوا فيه إن شاء الله على مشروع شجرة الخروب بالمغرب. وكما تشوفوا هذه هي شجرة الخروب معنا اليوم إن شاء الله. كما تشوفوا اللي تتصبر لسوء الأحوال الجوية والأجواء الجافة. كما تشوفوا في هذه المنطقة، هي منطقة يعني كما تنقولوا يعني منطقة ما صالحاش لزراعة الحبوب أو زراعة شي أشياء مثلا بحال الزيتون، بحال لأنها أرض يعني مشمشة شوية، ما غاداش تصبر لهذاك الشيء. لهذا اضطروا الناس باش يديروا هاد الشجرة العجيبة اللي تتصبر تتحمل سوء أحوال الطقس. كيف ما تشوفوا معنا مجموعة من الأشجار كيف ما تشوفوا اللي تتكون بعيدة على المسافة مع بعضياتها. كما هنا تشوفوا هادشي كله غادي نشوفوه في هذا الفيديو الاخوان، وغادي نعرفوا كيف طريقه النجاح ديالها وكيفاش تم الغرس ديالها في هذه الغابه. هذه مش هذا راه مش كما تشوفوا مش يعني الارض شاحه من الماء، ومع ذلك تنشوفوا نجاح باهر ديال هذه الشجره العجيبه اللي نايضه في هذه المنطقه. كما تشوفوا عندنا هذه هي الشجره، ها هي دابا راه عندها عامين الاخوان. هذه شجره الخروب لمن لا يعرفها هي هذه. حنا غنوريكم الطريقه اللي تبعناها حتى غرسناها وحتى شدات حتى نجحات. يعني هي في الاول خاصك تسقيها، ومن بعد منها راه تتقاد على راه قاده بسوقها. هادشي هذه هي الطبيعه ديال هاد الشجره. نهبطوا لهاد الشجره، ها هي كما تشوفوا الاخوان، راه غير الدوم هنايا والشوك، النباتات الشوكيه يعني ارض راه ما صالحاش للزراعه. كتشوفوا هالبرواق، تتشوفوا حداها هذاك شو يقولها تايمات. المهم عندنا هذه هي الشجره ديالنا اليوم ان شاء الله غادي ندويو عليها. هذه هي شجره الخروب الاخوان اللي ولاو تيتعاطاو لها بزاف من الناس، اللي هي بصلغو تتسمى بصلغوه. الثمار ديالها تدار علف البهايم، تتباع غاليه. يعني مشروع ناجح 100% اللي بغا يديرو. الطريقه الاخوان تنجيبوا الغرس كالعاده من البيبينيار، تناخذوا الغرس ديالها، تنديروا ليه الحفره، تنجيبوا شويه الغبار تيتباع الغبار موجود، اولا عندك البهايم والغبار ديال البهايم ديريه حتى هو، تجيبيه تخلطيه مع التراب في الحفره، تغرس الشجره وترد عليها التراب مخلط بالغبار، وتسقيها واحد تقريبا واحد شهر هكاك. من بعد ما تتحس بها يعني بدات تنشعش وتتزيان، تجيب هذا الباش الكحل، ها هو كما تشوفوا، تديريها واحد الحوض بحال طاسه، كيكون بحال الطاسه، وخصها دير هاد الباش ها هو تدوريه وتقب الباش من الوسط باش وتولي تسقيها، باش ملي تسقيها الماء تيمشي تحت الباش، والباش تيحافظ على الرطوبه ديال داك الماء، لانه تيدوم. الا سقيتيها سيمانه غادي تميك عليها واحد 15 يوم ولا 20 يوم ما تسقيش، لان هاد البلاستيك ما تيخليش الماء يتبخر بفعل درجات الحراره اللي تكون عاليه، وتيبقى تحت الميكا وتتحافظ على الرطوبه. وبهذه الطريقه تنتفاداو تبدير الماء، ما نبدلوش الماء، وفي نفس الوقت الشجره راها مسقيه. ندوزو للشجره اخرى الاخوان، نفس الطريقه، راه غير في الحجر هنايا كما تشوفوا، نفس الطريقه. درنا ليها الحوض، درنا ليها الباش، فلحناه من الوسط باش ملي نكبوا الماء في هذاك البلاستيكه يتسرب من هذاك الثقب يهبط للارض، ومع ذلك تيبقى تحت الباش ما تيتبخرش. تشوفوا هنايا الاخوان غير الدوم، الدوم ها، يعني الارض هذه راه ما غاداش تصلح للزراعه، ما غاداش، فقط الاشجار اللي غادا تصبر. كما تنشوفوا الجبوش ها هو كاين، لان الجبوش يتحمل حتى هو، راه عنده الجذور ديالو ملاح. كما تشوفوا هنا الاخوان مجموعه من الاشجار. حنطلعوا لبلاد مقاده، هذا راه حيط الاخوان مشمش، يعني شويه صعيب باش تنجح فيه الغرس، لكن ما تشوفوا الحفره جابدين منها غير الحجر. ايوا مع ذلك الشجره شاده ان شاء الله. طلعوا فوق الاخوان ونديروا واحد الاطلاله على هذه المنطقه وحتى الفلاحه ديالها. كما تشوفوا الارض راه باقا حمراء الله يرحمنا.
على حساب النماذج اللي تتحدث أن الأجواء تبقى صافية لواحد مدة 10 أيام، ولكن الأمر بيد الله. عقبة صعيبة. وفي نفس الوقت الإخوان، كيف ما تشوفوا هنايا المساحة اللي بين الشجر وبين الخط والخط احنا راه مستغلينها. تيفلحوها، دايرين فيها بوزغيبة، يديروا فيها الجلبانة، يديروا فيها ثارينة، يعني ما غاداش تضيع لك. كيما تشوفوا راه نور هاد، يعني ها هو النواره ديالو داير نواره. كيما تشوفوا الاخوان المساحه كبيره دايرين من هاد المساحه ديال هاد الخروب او الصلغوه كيما تنقولوا. اكثر المغاربه تيسموها صلغوه، وكاين مشهوره بهذا الاسم، ما مشهوراش بالخروبه الاخوان. اخيرا عاد بنادم ولا تيتعاطى ليها. والله حضر السلامه الاخوان. كيما تشوفوا الارض حمراء، هاي الله يرحمنا، ها هي. في القناه الثانيه عندي منوعات جيب ياسير، ها هي سجلوها عقلوا عليها. منوعات جيب ياسير تنقدم فيها النشره الجويه تاع احوال الطقس ببلادنا ل 10 ايام، وكاين حتى 15 يوم الاخوان. اللي بغى يدخل مرحبا به، فقط غايدير منوعات جيب ياسير وغادا تطلع ليه ويدير اشتراك ويبارطاجي الفيديو ويدير واحد فعل زر الجرس باش توصل بجميع الفيديوهات. اما هاد القناه الاخوان حنا مخصصينها كما تشوفوا الاشجار، طريقه تقليم الاشجار، طريقه غرس الاشجار، بزاف الاخوان. هادشي اللي كاين. ها وكما تشوفوا الاخوان، الله يحضر السلامه قابلوا. شوف الارض حمراء على طول مد البصر ديالك. ها داكشي اللي نايض راه غادي يكرم مقيل، يعني لما عتقش ربي نتمنى والله يتجاوز علينا، ونسال الله الا يهلكنا بما فعل السفهاء منا. نتمنى والله يرحمنا على وجه البهايم وعلى وجه الاطفال الرضاع والشيوخ الركع كما جاء في الحديث. نتمنى وان شاء الله يتجاوز عنا. اللهم تجاوز عنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اما هاد الفلاح الاخوان راه ما بقى الفلاح هادو، واش نقول لكم، راه ما زعما كون جات على البشر راه غادي يكرم فوق الارض على الفعايل اللي تيديروا. واش تيمشي يهز الفلاحه ديالو يروطي، ملي ما تيقنعش بالراطو تيجي يحرث، والبهايم تيخليهم ساكن يبقاو يتلاحوا. لا وهو انت مجوع البهايم، اللهم ربي يجوع كل شيء. ربي تيعطينا تندوزو غير في وجه البكمه. اما باش تجي نتايا ورزق البهايم تحرثيه يعني ما بقى ما يدار. ودابا تيتموا جايين ويطلوا يهبشوا على الارض. ايوا وتيحرثها تيقول بغيناها تخمر باش تعطينا الغله. تعطيك الغله دابا خمرها، جي حاشي وجهكم بول عليها دابا. سرهم هذوك الفلاحه الكبار، الله الا سرهم، وحنا الحمد لله عايشين. هادشي اللي كاين الاخوان. صافي هزيتي الفلاحه ديالك، هزيتي رزقك، هزيتي البال، هزيتي الغله الحب، صافي خلي الناس كيما كان بكري. اللي بغا يجمع تبينه ما عندوش، كاين اللي ما عندوش وخاصو يجمع تبينه بالمدرة تيمشي يبني نادر. كاين مشى هذيك الايام اللي كان الرزق عم شتت والخير عم شتت. هاد البلايص هاي عرفتي كي كان الطفس هنا والنوار، هاد البلاصات الطيبه خضراء هنايا. انا شحال من مره تنجي هنايا، كانوا عندي البهايم تنجي هنايا نجيبهم. ايوا ملي تنكونوا مريحين تنجيبهم. دابا مابقى فين تنجيبهم، بعناهم مابقى ما ياكلوا. دابا حتى هذيك الرؤوس ديال المواشي قلت في المغرب. عاد الدوار عندنا هنا راه اكثر من 20 واحد اللي حيدت البهايم، وكاين اللي واكثر من النص اللي مشى للمدينه كاع، مشى للقريه، مشى للمدينه، شي مشى للجماعه اللي تابعه لينا. المهم الدنيا غادا وتتخوى والقضيه غادا وتتصعاب، ونطلبوا الله يدير خير. ولا عجبكم الفيديو الاخوان ما تنساوناش بواحد لايك واشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس على الكل باش توصلوا بجديد الفيديوهات. وحنا دائما تنديروا شي حاجه، شي فيديوهات اللي ترجع بالنفع واللي تينتفع منها الجميع، والنيت تيشوفوا الطبيعه
والاحوال الجويه. كل نهار ان شاء الله كاين نهار غادي نكون في شي منطقه اخرى وندير لكم شي فيديو. المهم تنشكركم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. والتحقوا بالدراجه الناريه ديالنا اللي جينا عليها، راه فين هي، ها هي فين حابسينها الاخوان كيف ما تشوفوا. وهذه هي اشجار الخروب اللي قدمنا لكم. تشكركم والى اللقاء.